الحياة اليوم. أستاذ محمود، من خلال التقرير سمعت حضرتك بتقول أنا استعدت حياتي بعد ما تركت مكتب الرئاسة. إيه السبب؟ هو الحقيقة السبب يعني شخصي أكتر منه خاص بالعمل، وأيضا السبب أيضا أنه يعني في خلال طول ال 18 سنة دول كلهم، عارف حضرتك كان عندنا الإحساس إحساس الطباخ اللي بيطبخ وغيره ياكل. لكن كمان عاوز أضيف حاجة بمناسبة التشبيه ده، ان اللي بياكل مش عاوز ياكل كويس. يعني ارجو ان التشبيه يكون واضح. يعني انت عارف الطباخ ممكن تكون متعته انه يعمل اكلات حلوه كتير، لكن اما يكون قدام حد مش عاوز ياكل اصلا، يعني عاوز ياكل، عارفه ايه؟ سندوتش. الله، طب انا عجبني طباخ بقى وانا اكلك سندوتش. طيب خليني أقولها بطريقة تانية علشان الناس تفهم معانا تشبيه. يعني تقارير، معلومات، كنتوا يعني بتجهزوها. وشايف ان ما كانش بيتم الاستفادة بيها، وكان بيتاخد منها الفتات او القشرة اللي هي يعني سندوتش. طيب انا بصي، انا طبعا بحكم عملي في مجال المعلومات هحاول قدر الامكان انه الكلام كما طبعا اتوقع ان الناس تتوقع تسمع مني، فلازم هدعمه بوقائع وهدعمه بحاجات اللي هي المواطن البسيط يشعر بيها. يا ريت. يعني مثلا الرئيس ربما على فكره، يعني دي كانت احدى ايجابياته ربما، انه لم يكن يريد ان يسمع منتقديه، على المستوى حتى اللي هو خارج حدود البلد. وحدي مثال على طول بسرعه. في مره من المرات كانت العلاقه مع ليبيا كانت متوتره جدا، وكان الرئيس القذافي المسعور، وانا اسف جدا، انا المفروض ان انا اكون موضوعي في كلامي، لكن لا استطيع ان افصل مشاعري عن نفسي وعما يحدث الان. القذافي كان بيهاجم الرئيس بهجوم شرس، وصل للامر الى انه يعني تخطى الحدود المعقوله حتى. فقال ان الرئيس مبارك، كان كلام يعني حاجه عجيبه قوي، الرئيس مبارك بيهرب الحشيش لمصر. طيب يعني حقيقي، يعني طبعا بكل تاكيد هذا الكلام عاري تماما من الصحه وصادر من مخبول. يعني ده القذافي اللي قال. القذافي اللي قال. الكلام ده سنه كام؟ في فترة الثمانينيات، فترة طبعا مرينا احنا بفترة كان فيها توتر في العلاقات بين مصر وليبيا، بين مصر وليبيا القذافي تحديدا رئيس بالتأكيد. وأنا الحقيقة يعني أرجو بس إن الناس ما تغضبش مني عندما أتحدث عن الرئيس مبارك بشكل إيجابي في بعض المواقف. لا، واكيد كل شخص في الدنيا يعني ليه ايجابياته بالتاكيد. يعني بالظبط، لازم الناس تتعود على انه عندما نتحدث عن شيء فان نكون موضوعيين. ولذلك انا لا يعني عندما قررت ان احضر هنا وامام الناس كلها من خلال التلفزيون، في ذهني الا ابدو وكاني يعني حضرت لمهاجمه يا استاذ محمود، هي شهاده هتحاسب عليها امام التاريخ، فيجب انك تقولها بامانه بكل المقاييس. بالظبط يا فندم. فهو رئيس في هذا الموقف تحديدا، انا بقول انه يعني عارفه لما تكون مثلا اما يكون واحد مجنون وبيتكلم كلام جنان والناس كلها عارفه انه مغبول، فالرئيس كان عنده يعني يقول لك ما تفرقش بقى، يقول اللي هو عايزه. طب احنا عايزين نعرض عليه. انت برجع للسؤال بتاع حضرتك. هذه المعلومه يعني لازم كل خطاب القذافي اللي بيهاجم فيه الرئيس شخصيا وبيصفه بأفظع الأوصاف كان لازم تتعرض. يعني ما ينفعش حتى أحررها. وليه ما كانش بتتعرض؟ يعني رغبة من الرئيس ولا المحيطين بيه ومستشاريه، ولا بيبقى ليه الحجب؟ شوفي هقول لحضرتك حاجة، هو تستطيع ان انت تقولي في هذه الجزئية بالذات وفي غيرها كثيرا ما فيش حجب يعني، لكن هم من يحيطون بالرئيس اللي هي الستار الحديدي الذي وضع حول الرئيس كان متفهم قوي لما يقبله الرئيس وما لا يقبله. يعني هقول لحضرتك حاجة، اما يجي الرئيس مثلا في هذا الواقع، خلينا اكملها لك بس. طيب جيت انا كنت موجود، انا كتبت ايه نص هنا، الكلام الحرفي لازم يتقال انه قال كذا 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 كذا، خلي بالك ده بيقول عنك. فكانت قالوا لا، الحقيقه يعني القياده في المكتب قالت لا ما يتقالش الكلام ده، احنا نقول انتقد القذافي، وبعدين القذافي يعني انتقد الرئيس مبارك،
وبعدين إذا أراد أن يطلع الرئيس مبارك على فحوى الانتقاد فهيطلب، فنبعت له. خلاص. المفاجأة بقى إن الرئيس مبارك ما طلبش فحوى الانتقاد. يعني أنا عاوز أنقل لحضرتك نقلة يعني مش وقائع مجردة، لكن وقائع مرتبطة بانطباعات ورأي بقى كونته من خلال الوقائع اللي شايفاها دي. الرئيس مبارك لا يعبأ بما يقال عنه. طيب يعني ده بينطبق برضو على الداخل، يعني بنتكلم على مستوى ليبيا أو غيرها من الدول. تمام. لكن المعارضة المصرية، المقالات اللي كانت بتكتب فيها برضو نوع من أنواع تناول سياسة رئيس مبارك أو توجيه نصح أو لوم أو غير، برضو كان ده بعيد عن الرئيس مبارك، يعني ما كانش يتم توصيله. شوفي حضرتك يعني كان أنا قلت طبعا هذا الكلام قبل كده في أحاديث سابقة، وأنا لا أريد أن أكرر ما قلته، لكن باختصار شديد إنه الرئيس لم يكن يعني يحب القراءة، وخصوصا في المعلومات يحب اختصارها بشكل كبير جدا. أنت عارف حضرتك يعني ممكن يجي لك خبر مثلا، الخبر ده يجي لك في صفحتين، مضمونه ممكن تلخصيه التلخيص اللي هو غير المخل في 5 أسطر. تمام. لكن هو لا، هو يعني كان بسبب المحيطين بيه، لأنه كان يعني أما تجيله النشرة أو التقرير مطول أكثر من اللازم فكان بيغضب أو يتضايق، أو ربما من اللي حوالين منه اللي ساهموا فيه. احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الرئيس مبارك. لا، احنا بنتكلم عن مين المحيطين، مين اللي أولهم الدكتور زكريا عزمي الذي كان لا يفرض ستارا حديديا حول الرئيس ولا يسمح لأحد أن يقترب. طب في تقديرك كان إيه السبب؟ السبب إنه هو يريد أن، أنت عارف حضرتك أما يكون في واحد مسؤول كبير، إحنا كبشر أما حجم أهمية الواحد بياخدها من مدى اقترابه من المسؤول الكبير. يعني أنا اسمحي لي أدي مثال من عندك أنت من مجال عملك. يعني لنفرض، وأنا أسف جدا في هذا المثال، لنفرض أن أنت اقتربت كثيرا من السيد البدوي، يعني ألا يعطي هذا لحضرتك أهمية كبرى في هذه المؤسسة؟ فتخيلي بقى احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن رئيس جمهورية. يعني هقول مثال تاني وانا يمكن قلته بس هوضحه اكتر، يعني لانه مرتبط بشخص احبه جدا ورجل محترم جدا ومؤدب، اللي هو الدكتور مصطفى الفقي. الدكتور مصطفى الفقي عندما عين تعيين وقرار تعيينه كده بينص على انه سكرتير الرئيس للمعلومات. طب هل تتخيلي حضرتك ان يفرض عليه، انا مش بقى بتكلم على اشخاص غائبين، يفرض عليه الا يستخدم هذا اللقب؟ وبعدين اذا استخدم اللقب ده يبقى الدكتور مصطفى الفقي وهو رجل له علمه ووزنه وخبرته. يعني انت جايب سكرتير للرئيس للمعلومات، مش جايب واحد اي كلام، انت جايب واحد. مين اللي بيفرض برضه على دكتور زكريا عزمي؟ انا اقول بالاسم يعني انا يعني لن اداوي معلومه اعرفها، وفي نفس الوقت لن افرض معلومه او لن اقول تخمين واصفه بانه معلومه. وهقول ليه الدكتور زكريا عزمي، لانه احنا كان دايما في مقوله شائعه عندنا في المكتب ان احنا بنقول الرئاسه دي فيها نمبر 1 اللي هو الرئيس، وبعدين فيها نمبر 2 اللي هو زكريا عزمي، وبعدين فيها بيج زيروز يعني اصفار كبيره بقى. الباقي كله ناثينج. كل الباقي. فهو زكريا عزمي يعني هقول لحضرتك حاجه. طيب اسمحي لي بس اقفز قفزات كده. يعني اما نيجي ننظر للدكتور زكريا عزمي ونجد انه يشغل الاتي، خدي بالك بقى، رئيس ديوان رئيس الجمهوريه. خلاص؟ ده قمه السلطه التنفيذيه، وهو الرجل الاول اللي هو بيرأس كل هذا الجهاز اللي بيمثل قمه السلطه التنفيذيه. ثم نجده بعد كده عضو مجلس الشعب. وعلى فكره عضويه مجلس الشعب دي مش علشان المفروض ان هو اللي بيرشح نفسه لعضويه مجلس الشعب، نمره 1 من المبادئ السياسيه الاساسيه مبدا الفصل بين السلطات. يعني الدساتير كلها بتتعمل والنظم السياسيه كلها بتتعمل على اساس الفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه، عشان بس المشاهدين يعرفوا،
اللي هي ممثله في الحكومه والرئيس، والسلطه التشريعيه ممثله في البرلمان، والسلطه القضائيه. خلاص. طيب انت بقى اما تيجي يبقى هو رئيس ديوان رئيس الجمهوريه، وفي نفس الوقت خدي بالك عضو في مجلس الشعب، وهو في واقع الامر هو عين للرئيس داخل مجلس الشعب، ما هو ده رئيس الديوان بتاعه. وبعدين ده مش كده بقى وبس، لا ده يروح حته ثانيه كمان، يروح الحزب الوطني. ومش يروح الحزب الوطني عضو عادي، لا ده ماسك الايه، مسؤول عن امين عام مساعد للشؤون الماليه والاداريه. خلي بالك الشؤون الماليه والاداريه دي مش حاجه بسيطه. طب انا عايز افهم، اكيد اللي بيتابعوا معانا يقولوا ليه زكريا عزمي في الحزب الوطني، في مجلس الشعب، رئيس ديوان رئيس الجمهوريه، يعني وهو الاقرب كمان للرئيس مبارك، ليه؟ يعني ليه ده كله؟ يعني هل ده مساله عواطف نبيله يعني؟ لا في مساله ارتياح، ولا في حسابات تانية؟ لا، ما هنا بقى للاسف يعني التساؤلات دي مشروعه جدا. وعندما نخمن بقى، هنا بقى مش هننتقل مش هنقول معلومه، هنخمن. نخمن ان هو يعني فيما يتعلق بالرئيس نفسه بقى، وليس زكريا عزمي. زكريا عزمي لا يلام على هذا. يعني فيما يتعلق بالرئيس، الله انت يعني مدي ودنك لواحد بس، انت قبلت ان انت يعني تحيط نفسك بواحد فقط. يعني في كل شيء، يعني ما يحدث في مجلس الشعب يجي لك منه، ما يحدث في من كافه المؤسسات يجي لك من عن طريقه، ما يحدث في الحزب انت حطه هو برضه للحزب. فيعني ده طبعا. هل برضه كان على نفس المسافه كده، المسافه القريبه من جمال مبارك؟ قطعا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، وانا قلت هذا الكلام واسمحي لي يعني اقوله ببعض التفاصيل معاك. اصل الحديث الصحفي مختلف عن الحديث التلفزيوني، والناس اللي بتتابعنا دلوقتي اول زور لحضرتك. يعني اولا الدكتور زكريا عزمي حضر الى رئاسه الجمهوريه، كان ضابط بالحرس الجمهوري، حضر تقريبا كان مقدم، وعلى فكره اشتغل في الاول فيما يتعلق بالمعلومات، سكرتاريه المعلومات، ثم بعد كده في الامين عام المساعد، ثم بسبب خدماته القريبة جدا من أولاد الرئيس في شبابهم استطاع أن يرتقي إلى ما وصل إليه. إيه نوعية الخدمات دي اللي بنتكلم عنها؟ اهتمامات، يعني مثلا إنه يعني عارفة إنه يخلص أمورهم، يعني خدمات مشروعة وليست غير مشروعة. يعني مثلا أنت عارفة، هقول لحضرتك هقربها لك. يعني لما أكون أنا مثلا معايا رئيس مجلس الإدارة، وأنا مثلا ولاده في مدارسهم أهتم بيهم وأتابعهم وأرعاهم، حتى في صداقاتهم، حتى في طلباتهم الصغيرة ألبيها لهم، حتى ما يعيوا أشوف. مفهوم. يعني عاوز أقول لحضرتك حاجة بقى عن النظام كنظام بمناسبة الحديث في هذه الجزئية. يعني عندما أرى مثلا الدكتور حسين كامل بهاء الدين يعين وزيرا الأول للتعليم، خدي بالك، وبعدين وزير للصحة، وبعدين وعندما أرى أن العلاقة كانت وثيقة جدا بين الدكتور حسين كامل بهاء الدين وعلاج أولاد الرئيس، عندما ألا يحق لي أن أنا أربط. يعني أنا عاوز بس الناس المشاهدين عندما نتحدث عن المعلومة علينا أن احنا نفرق بين 3 مستويات ليها. المستوى الأول الواقعة، الواقعة دي اللي هي المعلومة اللي أنا شفتها بنفسي وبحكيها، بقول دي حصلت وأنا كنت طرف فيها. زي الواقعة اللي حكيتها. أيوة. عندما كتبت خبر ورد تصريح على لسان الدكتور مصطفى الفقي لوكالة رويتر. تمام. وكان التصريح الحقيقة ما فيهوش مضمون يعني قوي، يعني لكن لأن الدكتور مصطفى الفقي استعمل في التصريح، او مش استعمل، هو الحقيقه طلبني بالتليفون وقال لي، وانا صدقته يعني، واصدقه بكل تاكيد، ان الوكاله هي اللي حطت المنصب، لكن الوكاله قالت ان هو سكرتير رئيس المعلومات. قال طب بس هو فعلا سكرتير، هو سكرتير رئيس المعلومات، ففي ايه؟ فاتصل بي الدكتور مصطفى الفقي. هنا خدي بالك بقى حضرتك، والساده المشاهدين ياخدوا بالهم ان انا اروي واقعه شاهدتها بنفسي، فدي معلومه من طرفها ممن شاهدها، وعليها شاهد مصطفى الفقي، ربنا يديله الصحه، يعني يديله الصحه. فطلبني انا الدكتور مصطفى الفقي وقال لي وانا على فكره حتى هذه اللحظه لم التقيه وجها لوجه، لكن طلبني، قال لي
قال لي من فضلك يعني شيل حكايه سكرتير رئيس المعلومات دي، لان بتعمل لهم هو الاول ما قاليش الحقيقه، فقلت له يا فندم يعني انا عارف، بس انا يعني اردت ان قال لي لانها بتعمل حساسيه شويه. فقلت له يا فندم انا طبعا حاضر، بس انا يعني عندي تعليمات انه لازم اقولها، يعني شيء غريب. فقلت له استاذنك اطلب مدير المكتب واستاذنه ان انا اشيلها، لان انا يعني مش في ايدي ان انا اشيلها. يعني ملتزم ان المعلومات تنقلها حرفيا. بس هي معلومه ايه؟ ما هو سكرتير رئيس المعلومات. يعني شيء غريب يعني. طيب. شيء غريب. فكلمت مدير المكتب فقال لي خليها زي ما هي، لانه مش عاوزين احنا يعني يبقى احنا حذفنا معلومه ويرجع بعد كده حد يقول انتوا ليه حذفتوها وعملتوا. فخليتها. فاذا هنا يعني الا يحق لي بقى ان انا اتساءل حصل حاجه بعد الموقف؟ لا 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 ما حصلش. يعني احنا بنتكلم بس في جزئيه مش معلومات، ده انا بتكلم في توصيف دكتور مصطفى الفقي التايتل الخاص بيه، وهو الحقيقي ان هو السكرتير رئيس المعلومات. بس عشان نوضح للناس ان حضرتك بتتكلم على ان سيد زكريا عزمي كانت النقطه دي يعني عامله له نوع من انواع الحساسيه. فاذا هنا انا ليه اثرت هذه الواقعه؟ لانه كنا بنتكلم، خدي بال حضرتك، في مساله الاقتراب من الرئيس، فهو حتى مش هو لا يريد الاقتراب مش بس جسديا، لا ده حتى لا يريده معنويا يعني. طيب حتى بمناسبه كلامنا على المعلومات، التقارير دي كانت بتروح فين؟ للرئيس مبارك بشكل مباشر؟ يعني كانت هي نسخه واحده للرئيس مبارك ولا كان في جهه ثانيه يعني؟ لا. ولا كانت بتروح كمان لسيد زكريا عزمي؟ لا 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 لا. شوفي احنا مرت تعاملنا مع الرئيس بمرحلتين. المرحله الاولى، ودي انا حضرت المرحلتين. المرحله الاولى كانت التقارير اليوميه دي، وهي كانت اسمها نشره يعني نشرة عما تتضمنه وسائل أو مصادر الأخبار العلنية أو وسائل الإعلام العلنية. يعني كل ما يكتب ويذاع وينشر كان ده بيكون في التقارير اللي بتوصل لرئيس مبارك. بالظبط. بس كان فيها بقى حاجة، احنا مش بنكتب الخبر أو الرأي أو التحليل أو كده لمجرد انه له اهميه في حد ذاته، لا. امال بيبقى الاختيار بناء على الاختيار بناء على ان هذا يحتاج الى قرار من السيد الرئيس. يعني ربما ادي لحضرتك مثال. هديك مثال جميل جدا، ومثال برضه يعني فيه طرافه، لان انا ناوي النهارده الحقيقه ان انا احنا قعدتنا مع بعض طويله الاخوه المشاهدين. يعني حدث مره كانت علاقه مصر بتركيا متوترة، فيها توتر شوية، وبعدين كان علاقة تركيا بسوريا فيها توتر متصاعد، يعني قد يصل إلى حد الحرب بين سوريا وبين تركيا بسبب تأييد سوريا لحزب العمال الكردستاني، وغضب تركيا جدا من هذا الموقف. طيب. فإحنا يعني جالنا خبر إن في زلزال حصل في تركيا، فوجدنا أن عرض هذا الخبر على الرئيس سيدفعه، أو يعني يجب أن يدفعه إلى أنه يبعت تعازي للرئيس التركي، وربما يكلمه في التليفون، وربما يؤدي هذا إلى تحسن العلاقات. فعلشان كده وإحنا طبعا باعتين الخبر، بعتناه عاجل كمان ان حصل زلزال وطبعا عاجل دي يعني معناه ده خبر مهم جدا، وده مؤشر للرئيس انه يعني فيه إجراء ممكن تاخده من هذا الموقف. طيب. فطبعا كانت النتيجة على طول أن الرئيس فعلا رفع سماعة التليفون وطلب الرئيس الوزراء التركي وأرسل مساعدات إلى تركيا، وكان هذا التصرف وهذا القرار سببا في تهدئة التوتر مع تركيا وبين مصر وتركيا، وأيضا بين سوريا وبين تركيا. فإذا هنا المعلومة التي كانت تعرض كانت يعني معلومة تستوجب قرار من الرئيس يتخذه، وليست لمجرد أنها معلومة. الطريف بقى في الموقف ممن لا يفهمون هذا الشغل الفني المحترف، إن بعد كده فوجئنا لقينا تعليمات إن أي زلزال يروح للرئيس، وفوجئنا طبعا شوف انت ضحكتي طبعا يعني مسألة. طيب بس استأذنك اقل من اتفضل يا فندم. اقل من دقيقة يعني. لا ده بيبين لك ايه بقى؟ بيبين لك ايه؟ الله،
يعني ايها يعني يا ريس، انت الطقم الفني بتاع المعلومات ده لازم اتصالك يبقى مباشر بيهم. ما هو انا كنت عايز اسالك على كده. يبقى في فلتره للمعلومات والتقارير اللي بتوصل. وفي عدم فهم عارفه ايه يعني. احنا بامانه شديده من يعمل في هذا المكتب هم اناس يعني متدربين، معظمهم على الاقل يعني. انا ما بتكلمش على مستوى المكتب، على مستوى اعلى من المكتب قبل ما يوصل للرئيس مبارك. ما انا عاوز برضه لازم مهم اوضح لك دي عشان هديكي برضه مثل تاني. طيب. ما انا معاكي ايه، شوفي ومع الساده المشاهدين يعني كل راي حقنه باساس استند الطاقم الموجود زي ما بقول لحضرتك في تقييمه للمعلومه لا يعتمد على نوع المعلومه زي ما شفنا في خبر الزلزال يعني. يعني مثلا طب ما اليابان دي كل يوم فيها يجي 100 زلزال، هقعد ابعت زي ما كنا بنقول يعني. ازاي يتم توظيف المعلومه دي والاستفاده منها؟ فهي بس برضه عاوز اربط ده بمساله انه عدم اهتمام الرئيس بالالتصاق بمكتبه وبمن يعدون له المعلومه. يعني لم يكن هناك اتصال مباشر بين معد المعلومه وبين الرئيس حتى في حاله استفسار عن المعلومه. اما الواقع اللي عايز اقولها لحضرتك، احنا لو تذكر حضرتك في اواخر 85 سنه 85 تحديدا في نوفمبر 85 اختطفت طائره مصريه اختطفها الفلسطينيين او مجموعه يعني من الفلسطينيين، وراحوا بيها على مالطا، ونزلت الطياره في مالطا. وبعدين صارت الاحداث واتخذ قرار الى انه قوات مصريه تذهب وتقتحم الطائره وتخلي الوكاب، يعني تنقذ الوكاب. خلي بال حضرتك بقى هنا، شوفي انت حضرتك قلت تنقذ، اذا هنا هدف العمليه ايه؟ هدف العمليه انقاذ الوكاب مش كده؟ ولا اقتحام الطياره وخلاص؟ يعني احنا نقتحم الطياره ونموت اللي فيها ويبقى كده احنا عملنا عمليه ونجحنا، ولا نقتحم الطياره وننقذ الركاب؟ يبقى المعيار هنا للنجاح والفشل ايه؟ انقاذ الركاب ورجوع المصريين. انا اذكر وقتها جات لنا تعليمات انه عاوزين في خبر مهم هيجي لكم من مالطا، والرئيس بينتظر هذا الخبر بفارغ الصبر، واول ما يجي ابعتوه فورا. فطبعا احنا لم نكن نحتاج يعني لهذا التنبيه، لكن ادركنا على طول. وطبعا قبل منها في انباء ان في يعني عمليه عسكريه يجري التحضير ليها او شيء من هذا، ادركنا على الفور ان في عمليه عسكريه هتحصل. المهم فوجئنا، انا كنت وقتها موجود كنت رئيس دوره في المكتب اللي هي المسائيه بالليل، ففوجئت انه جاني خبر الاقتحام، وفي نفس الوقت جه خبر من الوزير صفوت الشريف، وكان ايامها وزير للاعلام. الخبر اللي جه من الوزير صفوت الشريف وكان مقتضبا للغايه، جاء بيقول ايه؟ نجحت عمليه اقتحام الطائره المصريه في مالطا. بالنص كده نجحت، يعني القوات المصريه اقتحمت ونجحت عمليه الاقتحام. فكان التركيز على ابراز عنصر الايه؟ نجحت. انا هنا مش بخاطب الرأي العام عشان أشكل توجيهه، لا أنا بخاطب الرئيس. عايز توصل المعلومة للرئيس المصريين يعني مواطنيه دول تم إنقاذهم ولا لا؟ بالظبط، ده التركيز هنا. فأنا الحقيقة انتظرت، لأن لقيت كل الوكالات ساعتها بتجيب الخبر، وبعدين في عنوان كده شدني إن مصرع رهائن في عملية الاقتحام. فقلت لا، يعني ما بلغش نجحت. ايه نجحت دي يعني هم وصلوا ان تم اقتحام الطياره ونجح الاقتحام، لكن المصريين الموجودين في الطياره لقوا مصرحهم ولا لا؟ ده شيء مش مهم. ده كان طبعا اول خبر، بس برضه اول خبر خلي بال حضرتك هو بيظل اخر خبر، الانطباع هو الاخير. فانا الحقيقه امام البوادر اللي قصاد مني كده ان لا في ضحايا، قلت لا يعني انتظم، مش مهم اخر الخبر نص دقيقه بس، بحيث ان انا ادي معلومه، يعني مش مهم نجاح الاقتحام لكن انقاذ انا كان يهمني الحقيقه حاجه واحده بس، كان يهمني كم عدد القتلى وكم عدد اللي انت انقذتهم. فتبين لي الاتش، وربنا يعني الحمد لله يمكن لطف بيا، لانه بمجرد ما جاني بدات الوكاله تجيب الاخبار الضحايا، واذا بهجوم عنيف علي انا. ايه الخبر انت اخرته ليه؟ وكنت يعني على وشك انه يعني يتخذ اجراء
يعني عنيف تجاهي يعني على اساس ان انا اخرت الخبر، لكن انا على طول ربنا يعني نصفني وقلت له يا فندم اللي كان بيكلمني بيقول لي الخبر ازاي انا اخرته العمليه. ده مين اللي كان بيتكلم؟ يعني هو قياده من قيادات المكتب يعني. فقلت له يا فندم انا جايني دلوقتي انه خدي بالك بقى من الرقم 56 واحد ماتوا و38 واحد هم اللي بقوا على قيد الحياه. خدي بالك 56 ماتوا و38 بقوا على قيد الحياه، منهم واحد من المختطفين ومنهم من طاقم الطائره. فازاي اقول ان العمليه نجحت؟ انا ببعت الخبر وبعت الخبر بهذا المعنى فعلا انه القوات المصريه اقتحمت الطائره، مصرع 56 واحد ونجاة 38 واحد منهم المختطف، خلصت. انما ما اقولش نجحت. افهم من كلامك يا استاذ محمود ان كان بيبقى فيه اختيار وانتقاء للاخبار والمعلومات اللي بتوصل، يعني ده كمان بتلوين. هو بكل تاكيد وزير الاعلام يعني صفوت شريف كان يريد يعني ان يحمل خبرا سارا للرئيس، لكن الله يعني ده تضليل، ما هواش مساله ان انا احمل خبر سار طبعا خلاص. المهنيه هنا، العمل المهني مهم جدا. يعني يهمني هنا ان انا بنقل للرئيس معلومه يجب ان تكون تنقل بمهنيه وتنقل حقيقه وقائع. خليني بقى يعني ناخد من الواقعة دي ونفتح الباب أكبر ونخلي المجال أوسع قدامنا. ده بينطبق على كل الوقائع، يعني هتكلم مثلا عن مشاكلنا هنا في مصر. لو بنتكلم على مشاكل رغيف العيش، بنتكلم على بطالة، بنتكلم على كل مشاكل هموم المصريين، كانت بتوصل المعلومات والتقارير إزاي؟ لو بنفس منطق الطيارة يبقى خلاص كده شكرا جدا يعني. شوفي هقول لحضرتك، اولا ما كانتش بتوصل خالص من عن طريق يعني. وعاوز اوضح لحضرتك يعني حاجة. لا معلش والنبي، يعني ايه ما كانتش بتوصل؟ يعني احنا كنا لا يعني الناس لا هقول لحضرتك، اولا احنا يعني حسب علمي وهو علم يقترب الى اليقين، لم تكن توجد داخل على الاقل مؤسسة الرئاسة كلها جهة تعرض على الرئيس معلومات الا احنا. بكل تأكيد، وخصوصا مما تتناوله وسائل الإعلام العلنية، وسواء المحلية أو أجنبية، سواء معارضة أو قومية. عظيم جدا. يعني احنا كنا بنكلم نفسنا بالظبط. يعني الناس اللي بتطلع هنا وتقول زمان يعني نداء ومناشدة للرئيس مبارك وكذا، ما كانش في كلام ده لم يكن شيء يعرض من هذا على الرئيس يعني بكل تأكيد يعني. بس كان في حالات برضو بنسمع فيها استجابة، ان في شكوى، في جواب جه للرئيس مبارك فتدخل ليها، زي البنت بتاعت طالبة الثانوية العامة في الامتحان. واللي تضحك ليه يا استاذ محمود؟ لانه قلت كلام غلط. لا مش كلام غلط ولا حاجة، بس يعني برضه هقول هأؤكد لحضرتك ان احنا عندنا في الرئاسة اذا وردت شكوى ايوه فسترد إلى مكان من اتنين لا تالت ليهم، يا إما مكتب الشكاوى أو قسم إدارة الشكاوى والمظالم اللي موجودة في الرئاسة، يا إما المكتب عندنا. لو وردت للمكتب عندنا بتحال على طول على إدارة الشكاوى، أو كان في أيام الوزير سعد شعبان وكان رجلا قويا في رئاسة الجمهورية كان ممكن يحيلها على الوزير المسؤول. يعني اما الوزير المسؤول او في الاحوال الثانيه لمكتب الشكاوى. بتوصل مكتب الشكاوى بتروح فين بعد كده؟ بتروح على رئاسه الوزراء. رئاسه الوزراء طبعا. رئاسه الوزراء بقى تبعتها بقى ايه، ممكن تبعتها ممكن ما تبعتهاش، يعني بقى خلاص بقت كانها ما راحتش لرئيس الجمهوريه يعني حتى ما كانش بيتم اختيار مواضيع او شكاوى بعينها مثلا تكون خطيره او فيها شديده الحساسيه انها توصل للرئيس مبارك؟ فرديه لا اظن، يعني شكاوى فرديه لا اظن. وانا طبعا برضو لازم للحقيقه انا ما اشتغلتش في ديوان الشكاوى، لكن اللي انا متاكد منه 100%، لان طبعا كلنا عارف اللي شغالين فيه وعارف شغالين ازاي وعارف كل هذا، يعني عارفه من خلال اتصالي بزملائي هناك. طب فسر لي يعني سر الابتسامه والضحكه دي لما انا اتكلمت على شكوى الطالبه بتاعت ثانويه عامه. هفسرها لك. رايي الشخصي او انطباعي الشخصي وليس واقعه او معلومه، انه دي كانت كلها محاولات لتجميل صوره الرئيس امام الشعب، واظن هذه المحاولات يعني لاي اعلامي ولاي صحفي يقدر يستنتجها.
يعني مثلا اما اقرا انه مش عارف البنت وقعت البنت دي في الامتحان اللي بعتت له فرد عليها، لا رد عليها ايه؟ ده يعني عاوز اقول لحضرتك انه هيعرفها منين اصلا؟ يعني هي مثل هذه الامور لا يمكن ان تصل الى الرئيس. لا يمكن ان تصل ليه؟ يعني لان المكتب بيمنع، يعني الطريق مسدود للرئيس مبارك، ولا الرئيس مبارك هو اللي كان يعني مش شايف حاجه ومش مهتم انه والله يتابع الشكاوى، يطلب اشوف الشكاوى او الرسائل اللي جايه لي؟ هقول لحضرتك يعني انا اظن ظنا كبيرا انه هو كان تارك المساله دي بالكامل لزكريا عزمي. فهو زكريا عزمي بين الحين والاخر، واخده بال حضرتك، يعمل هذا الموضوع يعني. لكن الرئيس نفسه انه يتعرض عليه بناء على يعني طلبه او تعليمات منه حتى. أيوة. لا ما كانش دي موجوده خالص. يعني نحن الاداره الوحيده التي كانت مسؤوله، اقولها بمنتهى الوضوح والصراحه، نحن الاداره الوحيده التي كانت مسؤوله عن متابعه ما ينشر في الصحف وفي كل الصحف، ولم يكن لدينا يعني تفويض او تصريح او يعني ما يدعونا ان احنا نعرض هذا الكلام. بالعكس يعني ده كانت تبقى كارثه لو احنا عرضنا ده، لان الحاجات المهمه الاخرى كنا بنقتضبها جدا علشان تعرض يعني. فأؤكد ان يعني لسبب او لاخر لم تكن احوال الشعب تعرض على الرئيس. وانا حكيت قصه يعني ارجو الا يكون تكرارا ان انا لما احكيها لحضرتك تاني. انا ما سمعتهاش، اتفضل قول. بس هي بتوضح شيء انا لغايه دلوقتي حقيقه انا مش فاهمه. بس انا القصه انه وردت ذات مره شكوى الى المكتب بالفاكس. رقم الفاكس بتاع المكتب سري، يعني مش اي حد يعرفه، ده فاكس في مكتب الرئيس يعني. الشكوى عندما وردت من مواطن او اسرته بتقول ان هو معتقل وبقى له فتره في يعني غائب، مش عارفين هو فين، وفتره دي سنوات يعني. فبيسالوا هو فين وليه وبتاع وكده يعني. الحقيقه لما جت الشكوى على الفاكس احنا لم نلاحظها، يعني ما حدش لاحظها على الفاكس. وبعدين بعد ما عملنا النشره كانت نشره مسائيه وراحت على الاخوه بتوع السكرتاريه عشان يبعتوها، فاتوضعت على الفاكس على الشكوى. جه المندوب عشان ياخد النشره فخدها معاه بطريق الخطا. خلاص. يعني انا عاوز يعني اشاركك في تفكيري. يعني انا مثلا في رئيس الجمهوريه ووردت اليه بطريق الخطا شكوى من مواطن، يعني كيف يكون رد فعلي؟ يعني ابسط حاجه تركيزي كله هيكون على ايه؟ على فحص الشكوى والرد عليها، حتى لو دخلت بالغلط. ده مواطن مصري. امال انت لا مؤاخذه يعني مع كل الاحترام والتقدير، انت رئيس مصر ومسؤول عن مواطنيها، وتقول ليل نهار ان انت بتاع الغلابه وبتاع الناس المظلومين. طب وصلتك يا اخي يعني حتى خد حسنه فيها، مش كده ولا ايه؟ طب التصرف اللي احنا شفناه ايه اللي حصل؟ التصرف اللي احنا شفناه حوالي بتاع مثلا يعني فريق كبير، قولي مثلا 6 8 من الامن الرئاسه، يتقدمهم مساعد الامين العام، وكان كل الاهتمام محصور فيه. دخلت ازاي؟ بالظبط ازاي وصلت. ثم جرى تحقيق سريع جدا، ولحسن حظ مدير المكتب انه لم يكن موجود، انما كان موجود مين؟ نائب مدير المكتب واسمه العقيد علام. اتخذ قرار فوري بإقالة العقيد علام من المكتب. يعني لنفرض لمجرد ان الشكوى دي وصلت بطريق الخطأ. خليني هقول لحضرتك حاجة. أنا طبعا زي ما حكيت في الأول، أنا طول عمري في مجال المعلومات، في المخابرات الحربية وفي المخابرات العامة وفي رئاسة الجمهورية بعد كده. خليني هفترض ان هناك ثغرة أمنية ربما يعني حدثت، يعني لكن ايه الأمنية؟ هو انت دخلك جاسوس؟ انت دخلك جاسوس في الثغرة الأمنية دي؟ صحيح. يعني واخده بال حضرتك؟ يعني ممكن قوي انبه. انا نفسي اسالك سؤال، يعني الشكوى دي تم التعامل معاها؟ يعني كان في استجابه ليها ولا كانت المساله بس ان الشكوى دي وصلت لي وخلاص؟ هقول لحضرتك
زي ما قلت لحضرتك احنا يعني لو هيتم التعامل معاها فهيتم التعامل معاها عن طريق المكتب، يعني هيدي تأشيرة عليها ويعمل كذا عن طريق لكن في جميع الأحوال طبعا احنا ما شفناش يعني ما هو اصل المعلومة ليها شقين، شق ايجابي ما يعني اللي انت تشوفيه بيبقى معلومة، واللي انت ما شفتوش برضه معلومة. يعني انا لما اقول ان انا ما شفتش اجراء اتخذ في هذه الشكوى ما فيش حاجه حصلت بالظبط، لكن يعني الاجراء اللي حصل الوحيد ان مدير المكتب ده الاجراء ده مش اجراء بقى، ده واقعه. يعني زي انا برجع تاني لكلامي في الاول ان مستوى المعلومه تبدا بواقعه، ودي مؤكده يقينيه لان شفتها بعيني، ثم بعد وحقيقه مؤكده، وهناك من باسمائها وهناك من عصرها. اما اقول ان نائب مدير المكتب اقيل بسبب هذه الواقعه واسمه كذا، فالطريقه الوحيده ان يطلع حد يقول لا ده ما حصلش، يعني واخده بال حضرتك؟ فاذا هنا انا امام الشق الثاني، هل مرور شكوى لمواطن مصري لرئيس الجمهوريه يستحق خطا، يعني لو اعتبرناه حتى خطا يرقى لدرجه ان انت تنقل مدير المكتب؟ مفهوم. طيب استاذ محمود، حضرتك كنت بتتكلم على ان مهمه المكتب طبعا في مهام عديده، لكن كنتوا بتفرغوا او بتشوفوا المعلومات المهمه من وسائل الاعلام مرئيه مكتوبه مسموعه وتوصيلها. هل ده معناه ان الرئيس السابق مبارك ما كانش بيطلع على صحف؟ يعني نفسي اعرف كان بيقرا صحف قوميه ولا معارضه ولا كان ايه اللي بيتعرض عليه؟ شوفي هقول لحضرتك، احنا يعني فيما يتعلق بالعمل اليومي ما كناش بنفحص الصحف القومية تحديدا، طبعا لأنه عارفين مسبقا اللي هيبقى موجود فيها. يعني كان تركيزكم على طبعا. وحتى وهو مسافر كان غريبة قوي قوي، تقليد يعني توارثه المكتب، وأنا مش عارف يعني جه منين، لكن احنا توارثناه إنه حتى ما بيكون بعيدا عن مصر فكان يتم عرض عليه مش عارف فلان الفلاني في العمود الفلاني بيشكر في الرئيس. يعني صحيح احنا نلام في هذا لان احنا ناس معنيين، كان المفروض ان احنا يعني نبادر ونقول لا المعلومه التي تستحق العرض هي كذا، لكن اظن انه القيادات ما كانتش يعني قياده المكتب عندنا ما كانتش يعني كانت عارفه كويس جدا انها لو عملت كده مش هو ده المطلوب. يعني طب حضرتك بتقول له هو بيسافر، ايه بقى التقليد اللي كان بيحصل عليه بيحرص عليه؟ اللي هو كتاب العواميد بس، يعني نكتب له نقول له فلان ده قال بيقول كذا، فلان ده بيمدح في كذا، العنوان الرئيسي للصحيفة كذا. لكن الجورنان كاملا يعني ما كانش بيمسك جورنان؟ لا طبعا، لا ومش الجورنان وبس، لا وحتى يعني أي شيء في الجورنان، يعني مهما كانت درجة أهميته بالنسبة للمجتمع المحلي. يعني مثلا احنا كمواطنين مصريين قد يكون مهم جدا جدا انا بالنسبه لي خبر ان ازمه في انابيب الغاز، واضح حضرتك؟ وانا ارى ان هذا الخبر له الاولويه القصوى ويعرض على الرئيس. وعلى فكره بالمناسبه كان يعني المتبع مع الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه انه كان كانت البرقيه نفسها تروح له بالكامل، يعني زي ما هي. امال بعد كده ايه اللي حصل؟ لا بعد كده طبعا اللي حصل بدات تختصر. البرقيه نفسها البرقيه اصلا مختصره، بيتم اختصارها كمان اكتر. طبعا ما يبقى ليه؟ يعني ايه السبب؟ يعني بناء على الرغبه برضو ولا؟ طبعا ده بكل تاكيد، لانه وبناء على هو ردود افعاله مما يعرض عليه، لانه هو الحقيقه وعاوز اقول حاجه برضو عشان للانصاف، يعني طبعا ده صح مش غلط يعني، بس هو الغلط في ايه؟ الغلط في كميه الاختصار، لان طبعا رئيس الجمهوريه ما عندوش وقت كبير علشان بس الاختصار ممكن يخل بالمضمون اصلا او بالرساله اللي انا عايزه اوصل. لا، يحصل من محترفين بالعكس، يعني ده هو لو قراها كلها ممكن ما يفهمش او يعني ما اقصدش ما يفهمش يعني انه مش هيدركها، لكن يعني احنا كمتخصصين في تحليل المعلومات اقدر اعرف من الخبر ايه الجانب اللي هو يهمه اكتر. هي الفكره كلها كان في الاختصار الاختصار. يعني احنا بالبلدي كده بالبلدي كان عندنا ايه نقول الخبر يعني تعمله الاول وبعدين تعصره وبعدين بعد ما تعصره تكبسه. لا ده انا عايزه مثال بقى يا استاذ محمود علشان اشوف لما يتم اختصار الاختصار كانت المعلومه بتوصل ازاي.
يعني لو وصلنا بقى ميه كده يعني. طبعا. لا يعني هو يعني مثلا ممكن تصريح لمسؤول. التصريح ده كلام المسؤول نفسه جاي مثلا في 10 سطور، واخده بال حضرتك؟ من الممكن فعلا اختصار كلام المسؤول دوت، لان مش كله كلام ذا اهميه قصوى. تمام. ممكن اختصاره في 5 سطور، لكن لما تيجي تختصريه في سطرين لا بقى يعني مش للدرجات بقى يعني. مش للدرجات يعني. فهو احنا للاسف كنا بنعمل العمليه دي، بنعملها مش يعني برضه ساكون منصفا جدا، يعني مش بسبب تعليمات مباشره جت منه، لكن بسبب انه ردود فعله على لو النشره كبيره. يعني هحكي لك. انتوا قريتوا يعني طبعا من نفسكم بتعملوا كده. وبرضه مش احنا بقى الستار الحديدي اللي حوله خلاص هو لقطه فهمه. يعني مثلا في احدى المرات سمعنا ان هو اتعرضت عليه النشره، وكان عدد صفحاتها 4 صفحات 5 صفحات او كده، فرمى بالنشره في وش السكرتير الخاص بتاعه وقال له انا هقرا كشكول. طبعا كان كام صفحه؟ حوالي 5 صفحات او شيء من هذا، وانا هقرا كشكول. فطبعا نتيجه هذا مفيش بقى تعليمات مباشره منه ان اختصر قوي قوي، لكن طب السكرتير الخاص اللي هو اللي بيدخل له النشره دي كده وعمل معاه كده، هيسمح بقى ان بعد كده كل شويه يتعمل الوقفه. يعني طب امال بعد كده بعد 4 5 صفحات تم اختصارهم لكام؟ لا احنا يعني كنا بنختصرهم. النشره اليوميه كان في 3 نشرات كنا بنختصرها في حدود صفحتين. طب احوالنا احنا لم تكن تعرض. يعني عاوز اقول لحضرتك طبعا بكل تاكيد. يعني من مكتبنا احنا، من ادارتنا احنا، اداره المعلومات، مكتب الرئيس نفسه الجهه الوحيده التي تعرض له المعلومات من في رئاسه الجمهوريه، لم تكن تعرض مشاكل الناس عليه. ليه طلب منكم ان يعني مشاكل وهموم الداخل المصري يعني بس اختصوا برؤساء وزعماء العالم بيقولوا ايه او عندهم ايه تصريحاتهم فقط؟ هو ده بالظبط كان شغلنا، انه الاحداث العامه العالميه والمحليه اللي قد يستتبعها قرار منه يتخذه، لكن اما فيما يتعلق بالشأن الداخلي، مثلا بنت عندها مشكله وعايزه تعمل عمليه وهتموت لو ما عملتهاش تروح في داهيه. انا ما بتكلمش على مشاكل فرديه يعني انا بتكلم على مشاكل مجتمعيه يعني. طيب ما انا بقول لحضرتك مثلا يعني اما يبقى في مشكله زي مثلا طوابير العيش، الناس اللي واقفه طوابير عيش وبتعاني منها، اما يكون في مشكله زي يعني انا من فتره طبعا بعد ما سبت الرئاسه، يعني من حوالي 2 3 كده، حصل في مجتمعنا حاجه غريبه جدا في محافظه الجيزه كلها وفي محافظه الاسكندريه حتى، سرقه البلوعات بتاعه الغطيان بتوع بلوعات المجاوي. عارفه بدلوها وجابوا غطيان تانية، غطيان البلوعات، واتسرقت التانية، ودلوقتي حاطين تمشي عندنا. نفسي مره لو تبعتي معايا الكاميرا اخليك تصوروا مكان الغطيان البلوعات حاطين اسمنت او حاطين طوب. هل دي دولة عصرية مصر اللي عمرها 7000 سنة يعني لا يوجد فيها من يهتم بسرقة بلوعات؟ طب تعالي شوفي بقى الاهتمام بالأمن السياسي واخد كل الاهتمام من الأجهزة الأمنية. ولذلك هو كان عنده معيار نجاح وزير الداخلية تحديدا من عدمه هو حفظ الأمن السياسي وأمنه الشخصي. علاقته بالوزراء كانت عاملة ازاي؟ علاقته يعني كان في وزير مرضي عنه، في وزير مغضوب عليه، وبناء على ايه الغضب ده؟ يعني في وسيط وفي دخيل في القصة. احكي لي. هو شوفي برضو للإنصاف يعني طبعا يعني أنا لم أكن متصلا بهذه العلاقة، لكن كان في شواهد من مشاهداتك. في شواهد وفي وقائع حدثت برضو أقدر أستنتج منها. يعني هو كان لا يطيق الوزير أو رئيس الوزراء اللي عنده اعتزاز بنفسه، دي نمرة 1 يعني. ومثال ذلك زي كمال الجنزوري مثلا. كمال الجنزوري أطيح به بشكل يعني بشكل غادر وبشكل مهين جدا دون سبب، إلا أنه طلب تغيير وزيرين أو 3 وزراء من الحكومة اللي هيرأسها. ولذلك أنا عاوز
أقفز يعني قفزة سريعة في الزمن 20 سنة أو أكثر إلى الآن. يعني الحكومة الحالية اللي هي برئاسة الدكتور أحمد شفيق، هذه الحكومة طبعا أول من شكلها الرئيس قبل تنحيه كما نعرف جميعا، ثم بعد ذلك ادخلت عليها تعديلات، وبقي حتى الآن وزراء الرئيس هو اللي معينهم حتى الآن. يعني منه مثلا وزير العدل على سبيل المثال، يعني حتى الآن هو الرئيس اللي معينه. تعيينه للوزراء أو تعيينه لرئيس الوزراء والوزراء كان ليه منهج غريب شوية. أولا هو مثلا لو فرضنا انه عدد الوزراء 30 مثلا، فهو تقريبا بيعين ال 25 او ال 20 وزير، وطبعا ابتداء من الوزراء السياديين الى ما بعد ذلك. هو بنفسه لوحده؟ طبعا لوحده. يعني الكلام عن تدخل سوزان مبارك، تدخل جمال مبارك، قطعا ده كان بيتم قطعا. وحد لحضرتك امثله. حد لحضرتك امثله. طبعا وربما يكون يعني من تزايد القول. يعني في انا لسه بالفعل قايل لحضرتك مثال الدكتور حسين كامل بهاء الدين مثلا. هناك طبعا من الامثله اللي اصبحت حتى مبتذله جدا الواحد يقولها، فاروق حسني وانس الفقي اللي كان وزير للاعلام عليكم، و احنا بنتكلم على الوزراء اللي هي من طرف سوزان مبارك. تمام. من طرف أنس الفقي من طرف سوزان مبارك. عاوز أكشف لك بقى يعني سر يذاع لأول مرة دلوقتي. اتفضل. علشان بس يعني نعرف إن المسألة للأسف الشديد مستمرة. يعني في تعيين الدكتور أحمد شفيق، وهو راجل الحقيقة محترم وأنا أحترمه جدا يعني، وله نجاحات سابقة يعني. في تعيين الدكتور أحمد شفيق لوزير الداخلية الحالي، وزير الداخلية الحالي محمود وجدي. أستطيع أن أكشف لك أن زوجة أحمد شفيق الأول الرئيس اختار أحمد شفيق. خلينا نبدأ بالقصة. الرئيس اختار أحمد شفيق، والدكتور أحمد شفيق اختار وزير الداخلية الحالي. فيما يتعلق بالرئيس والدكتور أحمد شفيق، زوجة الدكتور أحمد شفيق صديقة للسيدة سوزان مبارك. 2، الدكتور أحمد شفيق عين لواء محمود وجدي وزيرا للداخلية ووزير الداخلية حالي. مش زوجة بقى، لا، ده هو الدكتور أحمد شفيق نفسه صديقا على مدى فترة طويلة جدا للواء محمود وجدي وزير الداخلية. وكان الدكتور أحمد شفيق يذهب إلى محمود وجدي قبل ما يطلع معاش في مديرية الأمن القاهرة، وحكى لي ضباط في مديرية أمن القاهرة إنهم شاهدوه أكثر من مرة، بل أكثر من هذا. فرح ابنة الدكتور أحمد شفيق، فرح بنته، كان حاضرا فيها محمود وجدي، وهناك صور موجودة فيها محمود وجدي في الفرح. إذن هنا يعني اختيار يعني. بس أستاذ محمود، يعني لا يعيب يعني أن يكون في نوع من أنواع الصداقة أو الارتياح، يعني ده لا ينفي أن يكون الراجل الكفء، فبالتالي تم تعيينه. يعني معيار الكفاءة ما نقدرش نقرنها أو نقلل منها بسبب صداقة. طب رجعني. لا، أنا مش عايز أرجعك، بس أنا هتوقف عند معيار الكفاءة ده، وخلينا نتنقل بين الماضي والحاضر. أنا هتوقف عند معيار الكفاءة اللي حضرتك بتتكلمي عنه. اللواء محمود وجدي بقاله قد ايه لغايه دلوقتي وزير للداخليه؟ بقاله اكتر من 15 يوم تقريبا، لانه هو على فكره هو يعني معين في اول حكومه شكلها احمد شفيق. يعني الرئيس مبارك كلف احمد شفيق اقال طبعا حكومه نظيف، وكلف احمد شفيق بتشكيل الوزاره الجديده، فشكلها وعين محمود وجدي. فمنذ ان شكلت الحكومه محمود وجدي موجود. طيب الأقسام أنا بس عايز أعلق على كلمة الكفاءة، وعايز برضو الحقيقة يعني أريد أن أنتقل منها إلى ما أشتمه من رائحة تخيفني وتفزعني، وهي رائحة يعني للأسف الشديد أشتم منها إجهاض الثورة اللي حدثت في مصر وغيرت وجه مصر.
من ساعة الثورة دي ما حصلت، حصل حرق للأقسام. أما حصل حرق للأقسام، معنى إن حرق للأقسام، أقسام الشرطة يعني، والأقسام دلوقتي ما هو ما فيهاش ضباط، معناها إن أمن البلد لم يكتمل. وبعدين خدي بال حضرتك، يعني أولوية قصوى لينا إحنا كمواطنين في مصر علشان نشعر بمزايا الثورة دي إيه؟ أول حاجة أن نشعر بالأمن. طب هتشعروا بالأمن إزاي إذا كانت الأقسام حتى الآن لم يكتمل تجديدها؟ عاوز أقول لحضرتك حاجة، وأنا أقول هذه المعلومات وأتحدى من يكذبها، أتحدى من يكذبها، أي حد يكذبها، بمن فيهم السيد وزير الداخلية الحالي. السيد وزير الداخلية الحالي عمل اجتماع أمس في مديرية أمن القاهرة مع كبار الضباط في الوزارة، واتكلم في كل حاجة إلا إنه يتكلم في تسويع الأمن. اتكلم مثلا على سبيل المثال، وأرجو أن يكون بيسمعني الآن، اتكلم دفاعا عن الضابط صلاح. الضابط صلاح اللي هو ضرب النار على سواق الميكروباص في المعادي. الله، لماذا لم تتحدث عن الانتهاء من إصلاح الأقسام ودهنها؟ بس بصراحة يعني وزير الداخلية حوله بشكل مباشر للنيابة العامة، يعني ما فيش كان في تحقيق داخلي ولا إيقاف، على طول على النيابة، يعني الحق يقال. بس حلو قوي، حوله للنيابة. أما أنا بتكلم دلوقتي على فكرة، عايز أقول حاجة بقى بمناسبة الضابط الذي قتل معلومة، يعني الضابط الذي أطلق النار على كذا. الضابط اللي هو صلاح ده ابن العميد أشرف السجيني، حاجة زي كده. أشرف السجيني. العميد أشرف السجيني اللي هو بقى والده. وهذه وقائع فليكذبها من يريد. في سنة 2005 عندما أجريت الانتخابات وبدأ في الفرز الأولاني في المرحلة الأولى، يبقى الانتخابات فيها انتخابات مجلس الشعب 2005 بالظبط. مجلس الشعب بدأ يبقى فيها من المعارضة وتحديدا من الإخوان المسلمين فائزين كتير. فقالوا لا بقى العملية إيه، قفل، اربط. أنا بس أنا على فكرة لا يعني لا أتشتت في المعلومات، لكن بربطها لك كلها ببعض. ففي سنة 2005 في المرحلة الأولى حصل معارضين واخوان كتير هينجحوا في الانتخابات. طب المرحله الثانيه قفل بقى شويه، فما بدا يقفل برضه نجحوا. فاضل المرحله الثالثه، قال لك لا قفل بقى خالص. فماذا حدث وما علاقه هذا بالعميد اشرف السجيني؟ عقد العميد اشرف السجيني في قسم مصر القديمه اجتماعا مع ضباط المباحث بتوعه، وبدا قال كل ضابط ياخد له 2 بلطجيه من المسجلين خطر وينزلوا امام لجان الانتخابات. انت بتقول معلومات خطيره جدا يا هذه المعلومات، يعني مصدر المعلومات دي انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك وزير الداخليه العميد صلاح السجيني، اي احد يريد ان يكذب هذه المعلومات فليتصدى ليه، وبيننا القضاء. مش هقول لك بقى نروح الداخليه ونروح مش عارف ايه بتاع، لا، بيننا القضاء. اذا كان هذه المعلومات تريد ان تكذبها فبيننا القضاء. عاوز اربط بقى، يعني قبل ما اسيب هذه المعلومات، بقول لحضرتك قال للبلطجيه انزلوا و اقفوا امام لجان الانتخاب، واي حد داخل ينتخب المعارض او الاخواني او غيره تضربوه، ودول بقى بلطجيه، فيقول لك بلطجيه وبتاع. عاوز استاذنك استطراد لربط. انا بس اللي عايزه استاذنك يا استاذ محمود علشان الوقت بيضغطنا بسرعه، ويمكن حضرتك بتقول عليه ده ليه شواهد، يعني بعيد عن الواقعه دي. عارفين قوي مساله البلطجيه في الانتخابات والطعون اللي اتقدمت في مجلس الشعب، صورة الشرطة المصرية، وعايزين نعيد الثقة مرة تانية. يعني ده مش هيتبني ما بين يوم وليلة، في تراث سيء للأسف الشديد في العلاقة ما بيننا وما بينهم. فلازم ندي فرصة أولا لجهاز الشرطة إن هو يعود، ده ضمانة الوحيدة بالنسبة لنا يكون في أمن واستقرار في الشارع.
وفي نفس الوقت ندي فرصة حتى لحكومة الدكتور أحمد شفيق. يعني أنا مش في موقف الدفاع عنه، لكن على الأقل نمهلهم فرصة. يعني منطق الاكتساس زي ما حصل في العراق، احنا مش عندنا حزب البعث، يعني مش أي شخص يكون محسوب أو تم تعيينه في عهد الرئيس مبارك يبقى بالتبعية شخص فاسد ويجب إبعاده. ومش عايزين نقع زي العراق يا أستاذ محمود. لا ربنا يعني عايز أستأذن حضرتك، اسمحي لي بأن أنا أعمل الربط ده. وأنا موجود في رئاسة الجمهورية في سنة 2000 كانت انتخابات مجلس الشعب، عشان كده بقول لحضرتك الربط مهم جدا. في انتخابات سنة 2000 هذه المعلومات وصلتنا فعلا أنه عندما يكون هناك تفوق في المعارضة أو ناس هيدخلوا مجلس الشعب، الهيئة التشريعية اللي بتمثل الناس، لا شغل البلطجية علشان يمنعوا كذا. أريد أن أسأل السيد وزير الداخلية سؤالين محددين وموضوعيين جدا. السؤال الأول: لماذا لم يتم القبض على المسجلين الخطرين؟ وخلي بال حضرتك، مسجلين خطرين يعني معروفين عند الضباط ومعروفين عنده. لماذا لم يتم القبض على المسجلين الخطرين الذين حرقوا الأقسام وهم معروفين؟ الإجابة عندي: لماذا لم يتم القبض عليهم وهم معروفين اللي حرقوا الأقسام؟ السؤال رقم 2: لماذا لم يتم دهان الأقسام وإصلاحها على وجه الصراحة؟ عندي معلومات مؤكدة أن الضباط الشرطة حاليا بيروحوا أعمالهم نص ساعة ولا ساعة ويروحوا بيوتهم. لسه في مشكلة، عارفين. أنا أدعو شباب 25 يناير، وأنا مستعد بنفسي وبأولادي أن نذهب إلى أي قسم يحدده لنا وزير الداخلية وندهنه على حسابنا، بحيث أن أقسام الشرطة تفتح. عظيم، يا ريت ده بالفعل مبادرة عظيمة، يا ريت يعني يتم تفعيلها والاستجابة ليها سريعا. كنت بسأل حضرتك على مسألة تعيين الوزراء. ده كان بيتم ازاي؟ وبرضه في مسألة التقارير، يعني أنا عايز أربط ما بين النقطتين دول، إن حضرتك بتقول الكلام ده كان بيتم على مرحلتين أو فترتين، الفترة الأولى غير الفترة الثانية. إيه ملامح الفترة الثانية اللي فرقت عن الأولى؟ هل وجود جمال مبارك في المشهد والكلام على انه بيتم تأهيله لمنصب رئيس الجمهورية في يوم من الايام، يعني هل كان ضمن التقارير كان في نسخة بتروح لجمال مبارك مثلا؟ شوفي، هقول لحضرتك، انا هجاوبك على سؤالك، يعني عشان بس ما تقوليش ان انا هبعد عن السؤال، لكن قبل ما اجاوبك عن سؤالك لازم اقول حاجة حتى يعني لا اشعر بتأنيب للضمير. الرئيس مبارك لم يكن رئيسا سيئا على طول الخط، يعني ولذلك يجب علي أن أروي واقعة يعني تبين اعتزازي بموقفه في هذه الواقعة. الواقعة ديت أنه أذكر بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في إثيوبيا وكان واضح دور السودان فيها، قرأت بنفسي، شوف بقى دي واقعة، أنا بقول واقعة مش معلومة، خطاب وصله من الرئيس كلينتون. الرئيس بيقول له كده: حسني، وكان يخاطبه باسم حسني بيقول له: أنا مش فاهم أنت ليه مش عاوز تغزو السودان؟ دول حاولوا يقتلوك، دول رتبوا لقتلك، ادخل وخلص موضوع كان أيامها الترابي والجبهة الإسلامية وإلى آخره. وكان الرئيس في هذا الموقف واضحا تماما، وهو أنه لن يهاجم دولة عربية. هذا الموقف أنا بقوله لأن برضه من الحاجات اللي شفتها، ما أقدرش أخفي شيء إيجابي وشيء سلبي، لكن أيضا أخذ على الرئيس أنه يعني في مواقف أخرى لم يكن موقفه يرقى إلى المستوى المطلوب. الرئيس مبارك زي إيه؟ زي مثلا أنا حكيت عن أزمة مالطا، لكن ممكن أحكي عن سفينة، حادث السفينة أكيلي لاو، وحصل على فكرة برضه بالمناسبة في سنة 85 في شهر أكتوبر. سفينة أكيلي لاو اختطفت، كانت جاية من أثينا واختطفت وجابوها على بورسعيد، وبعدين موتوا واحد رهينة أمريكي كان في السفينة، وإحنا بطريقة التفاوض والدبلوماسية قدرنا ناخد المختطفين ونفرج عن باقي الرهائن في البتاع. طبعا أمريكا اتجننت جدا جنونها إنه إزاي إنه يعني المختطفين يموتوا أمريكي. الرئيس مبارك بعد ما خد المختطفين وراحوا مطار الماظة، وبعدين أمريكا بدأت تطالب
المسؤولين الامريكيين اتصلوا بيه وقالوا له سلمنا المختطفين. فالرئيس مبارك قال لهم المختطفين مشوا خلاص، لكن المختطفين ما كانوش مشوا، كانوا لسه موجودين في مطار الماظة. ساعتها بدأ ناس في الكونجرس الامريكي حتى يقولوا رئيس مبارك كاذب وهم موجودين لانهم مراقبين بالقمر الصناعي. وبعدين طلعت الطياره، وطبعا طلعت الطيارات الامريكيه اجبرت الطياره المصريه على الهبوط في جزيره صقليه. يعني طائرات امريكيه تهاجم طائره مصريه وتجبرها على الهبوط في صقليه. وبعدين الموقف اللي يتخذ موقف ان لا، علاقتنا بامريكا ابقى من ان احنا نوسع الازمه او نثير الازمه. على فكره ده تكرر بقى في مشاكل كتير قوي. يعني كل الشعب المصري مش عايز يحارب مع اسرائيل، كلنا مش عايزين نحارب يعني، وهذه رغبه شعب يجب ان تحترم. بنتكلم على اسرائيل مثلا. على اسرائيل بقى دلوقتي نقلت لك نقله ثانيه. فاما تيجي اسرائيل وتهاجم بعنف وبضراوه وبوحشيه قذره، تهاجم جنوب لبنان او تهاجم غزه وتقتل مدنيين جهارا امام الناس كلها، هنا يعني لازم ناخد موقف. يعني طب المواقف اللي حضرتك شايف ان ما كانش بيتم اتخاذها، كان موقف الرئيس مبارك او رايه بالبلدي كده من دماغه، ولا كان في محيطين في مستشارين بيتم يعني تشاور معاهم ايه والله الموقف اللي ناخده في المساله دي، ولا كان بيتخذ القرار ازاي؟ شوفي هقول لحضرتك يعني من خلال تتبعي لقراراته ومواقفه استطيع ان اؤكد على حاجتين في شخصيته. اول حاجه او 3 حاجات. اول حاجه انه هو كان يهمه في المقام الاول مصلحه مصر، وده شيء ايجابي جدا، وكلنا يهمنا مصلحه مصر بالتأكيد. يعني كان يعلي مصلحه مصر عما عداها خلاص. لكن تاني حاجه بقى هي اللي كان فيها افراط شويه بقى، ان يعني عارفه بالطريقه البلدي كده، انا مش عاوز وجع دماغ، مش عاوز وجع دماغ. لا، مصر دوله كبيره مش دوله صغيره يعني، وبعدين مش عاوز وجع دماغ ازاي؟ ما انت رئيس جمهوريه. الحاجه الثالثه، ودي ظهرت السمه الثالثه في شخصيته، ودي ظهرت في تعامله مع معارضيه وتعامله مع الشعب كمان كله، وهي اقدر الخصها لك ان هو كان يترك اللي عاوز يقول حاجه يقول، بس ما تقتربش مني وابنائي. كان يتعامل بمنطق دعهم ينبحون ما داموا لا يعضون، يعني يتكلموا وينتقدوا ماشي. وهفكر حضرتك بحاجه، يعني مثلا من امتى والناس تطالب والناس العقلاء حتى والخبراء والفقهاء يطالبوا لازم يكون في نائب رئيس جمهوريه، لكن لا، ما فيش. اول ما حصلت الثوره اول قرار اخذوا تعيين نائب رئيس جمهوريه. الله، طب ما انت 30 سنه الناس بتطالب بتعيين نائب رئيس جمهوريه. حاجه تانية، الناس قاعده تقول حكومه نظيف وحشه، حكومه نظيف خلاص بقى، يعني بقت على كل لسان. دلوقتي احنا جرتنا لمساله العناد، وكانت صفه من الصفات اللي كتير من المقربين من الرئيس السابق كانوا بيقولوا انه بيتسم بيها. ايه تاني من يعني البعد النفسي والانساني في التعامل تقدر تقربنا منه؟ شوفي، هقول لحضرتك بالنسبه للبعد الانساني، انا هقارن بين مواقف اتخذها الرئيس مبارك ومواقف على مدى عهود ترجع حتى الى ايام الملك، يعني الملك فاروق. يعني الرئيس مبارك من الاصل يعني لا يعبأ بمن يحيطون به. يعني زي ما قلت لحضرتك، وربما هذا مش خطأ يعني انه زكريا عزمي فرض عليه هذا الستار الحديدي وهو قبل بهذا الستار. الرئيس مبارك يعني على سبيل المثال مثلا، وانا قلتها قبل كده والناس كلها عارفاها، اغلب وقته قاعد في شرم الشيخ، يعني قاعد بيستجم. يعني هذا يعني مين اللي كان بيدير كده؟ اللي كان بيدير في واقع الامر هو اما انه هو بيدير من شرم الشيخ، واما ابنه كان بيدير. حضرتك سالتيني على سؤال على جمال مبارك. انا اذكر انه نحن في المكتب من اول ما تعينت كان بتعرض هذه التقارير على الرئيس مبارك مباشره، يعني ابتداء من سنه 97 تقريبا بدانا نعرض نسختين بناء على تعليمات، طبعا نسخه على الرئيس ونسخه على جمال مبارك. طبعا وقتها ما كانش واضح في الذهن لماذا نعرض على جمال مبارك، يعني هو لسه شاب صغير يعني. بعد كده بدات المساله تتسع اكتر، لا ده الصحف كمان تروح لجمال مبارك ويبتدي يطلب حاجات ونبتدي نتعامل معاه. بعد كده خطب الرئيس نفسها، الخطب الرئيس اللي كان بيكتبها
كانت بتعرض على ايوه بعد كده مين اللي كان بيكتبها الاول؟ والله بتختلف يعني كان طبعا معانا الدكتور أسامة الباز، وهو من الشخصيات المحترمة جدا. ولاحظي حاجة حضرتك، ان الدكتور أسامة الباز أبعد أو هو آثر الابتعاد بشكل يعني مثير للغز، كأننا في فيلم سينمائي ليه السبب؟ مليء بالألغاز. يعني أنا أظن طبعا يعني من الكواليس كده ايه اللي ممكن، من الكواليس أظن ان هو بدأ يشعر ان في تدخلات في عمله من ربما من جمال مبارك، ربما من وزراء آخرين. يعني زي احنا كنا بنتكلم عن الدكتور كمال الجنزوري. الدكتور كمال الجنزوري أنا رأيته بنفسي خطاب إعادة تشكيل الحكومة اللي الرئيس كتبه، اللي كان هيوجه إليه لتوليه تشكيل الوزارة الجديدة. تشكيل الوزارة ثم بعد ذلك فجأة تغير الوضع، وصدر التعليمات انه واحد تاني بقى اللي هيمسك الوزارة، وتروح فورا خطابين شكر أظن كان ماهر سليمان متولي اللي هو ماسك وزير الاتصالات، والتاني كان أباظة والتاني كان أباظة. فتساءلنا الله، يعني خطابا شكر ويبرزوا في وسائل الإعلام لاثنين وزراء من وزارة طب ورئيس الوزراء مفيش أي حاجة خالص ليه؟ ده كان متعمد جدا، وكانت مهينة جدا جدا. عرفنا بعد ذلك أو يعني استنتاج قوي من معلومات متواترة إنه كان السبب إنه الدكتور كمال الجنزوري معترض على بعض الوزراء اللي كانوا في حكومته، وكانوا بيشكسوه، وكان ما بيرتاحش ليهم، وكان منهم تحديدا يوسف بطرس غالي وصفوت الشريف. علاقته بيهم كانت، او هم يعني واحد رئيس وزراء وعنده 2 وزراء، يعني يقول يمين يقولوا له شمال، هيشتغل معاهم ازاي؟ واظن هم كانوا اقوى بفعل ان صلتهم بجمال مبارك. فعاوز اقول لحضرتك انه طب امال يعني صفوت الشريف او زكريا عزمي وغيرهم، يعني دايما كان بيتقال لنا ان في صراع ما بين الحرس القديم والحرس الجديد. حقيقة الوضع كانت كده ولا كان في لا هو كان في خطة، في توافق مصالح ولا ايه المسألة كانت بتمشي ازاي؟ استطيع ان اؤكد لحضرتك انه هو منذ اواخر التسعينيات، يعني من الفترة اللي انا قلتها دي من 97 تقريبا، يعني بدأت خطة واضحة تماما لكل من له عينين او عين واحدة حتى، وهي خطة توريث الحكم لجمال مبارك. فكان أحد مقتضيات الخطة ديت إن الحرس القديم يمشي ويجي حرس جديد. وبدأت العملية بمين؟ بمجلس الشعب. أريد أن أفكر حضرتك وأفكر كل الناس اللي بيشاهدونا إن الرئيس مبارك كان ليه تصريح في حديث مع الإعلامي عماد أديب. قال له كلمة كده بالنص، قال له: من يريد أن يسيطر على البلد فليسيطر أولا على البرلمان. يعني هو يدرك أن مفتاح السيطرة على البلد مفتاح البرلمان. طب يسيطر على البرلمان إزاي؟ فبدأت عملية أن جمال مبارك يروح الحزب ثم لجنة السياسات اللي هي بتختار المرشحين لمين؟ للبرلمان، ثم بعد ذلك يبقى هو اللي اختار كل يعني المرشحين للبرلمان. يعني عايز تقول ان جمال مبارك هو اللي كان بيختار المرشحين اللي نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الأخير. بالظبط، مش الأخيرة وبس، ده بدأت بالتدريج بقى و2005 من لحظة ما تم الدفع بيه في البرلمان. فأصبح هو كده دلوقتي إيه؟ مسيطر على البرلمان بالكامل. بعد كده طب يسيطر على الوزراء، فيرشح وزراء، والوزراء يبقوا شباب. هو كان جمال مبارك هو اللي كان بيرشح الوزراء؟ طبعا يعني معظم يعني رشح مين؟ أنا لسه كنت بحكي لك يعني جمال مبارك يعني كل يعني بلاش هنقول يعني وزراء رجال الأعمال. هقول لحضرتك كان جمال مبارك داخل في اختياره؟ طبعا هقول لحضرتك بكل تأكيد. ومش هقول لحضرتك استنادا إلى معلومات بقى شخصية، لا، استنادا إلى معلومات علنية. الناس بتنسى يعني جمال مبارك كان في لجنة السياسات. لجنة السياسات هي التي ترشح الوزراء بتوع الحزب للحكومة. يعني لماذا نبتعد قليلا؟ يعني نبتعد كثيرا يعني. إذن المسائل واضحة أمامنا يعني. بعد كده طيب في بقى أفراد الشعب العاديين، كيف نقترب منهم ونسيطر عليهم؟
جمعيه جيل المستقبل موجوده. المشروعات الاخرى احمد عز بالمناسبه، ورجال الاعمال وتحالف الرئيس مع جمال الاعمال، كله برضه كان في اطار ما هو ده اللي وصلنا يا استاذ محمود للنهايه وخلانا نشوف 25 يناير والتغيير اللي حصل في البلد، ونتمنى باذن الله يكون للافضل. هو الوقت معانا جري بسرعه ويعني عدينا وقتنا، بس عندي سؤال. ايوه يا فندم. سؤال اخير، سبت المكتب ازاي؟ انا استاذنك هجاوبك على السؤال، بس عاوز يعني لازم عندي معلومه لازم اقولها حرصا على ثوره 25 يناير. انا سبت المكتب ان انا قدمت الاول طلب استقاله، لانه كان بدات في عملي مع الامم المتحده وعلى المستوى الدولي، فرفض طلب الاستقاله. وبعدين انتظرت حوالي 3 شهور كده، وبعدين قدمت طلب ان انا اريد ان ادرس للحصول على الدكتوراه من جامعه لندن. ثم طبعا رفض الطلب وقالوا لي لا استقيل وروح ادرس، فقدمت الاستقاله. هذا اما بقى الشق اللي اريد ان انهي به حديثي مع حضرتك، وهي معلومه مؤكده وساقولها نقلا على لسان سريعا عشان قدامنا 10 ثواني. تماما صاحبها، ان هناك محاوله لقتل ثوره 25 يناير. احد الساده اعضاء مجلس الشعب في دورته الاخيره، وهو شخصيه محترمه جدا واثق في كلامه، وهو تحديدا ساقول اسمه لانه قلت له انا مش هقدر اقول هذه المعلومه الا لما اقول اسمك، فقال لي سمح لي بذلك، وهو النائب احمد سميح عن الهرم. قال لي ونقل الي انه استقال من الحزب الوطني لانه اريد به الدفع لاحباط واجهاض ثوره 25 يناير. صفوت الشريف اتصل بامين التنظيم في الحزب في الجيزه، وامين التنظيم كلم النائب احمد سميح وقال له نحن نعرف ان انت ليك شعبيه كبيره، ومطلوب منك ان انت تاخد 5000 واحد من عندك من الدايره بتاعتك وتروح على جامع مصطفى محمود، وسيقوم كل نائب بهذا العمل لإعادة الحزب الوطني وربما لأشياء أخرى. الرجل رفض وقدم استقالته، وأنا أقول هذه المعلومة أمانة وحضرتك حملت بيها، لكن خلينا نقول إن الضمانة اللي قدامنا كل الكلام عن ثورة مضادة أو تخوفات على الثورة ومكتسباتها ده أكيد حق مشروع، لكن الضمانة عندنا حاجتين: أولا الناس وإرادتهم وميدان التحرير اللي موجود، ثانيا المجلس العسكري، القوات المسلحة اللي كانت من البداية أبدت انحيازها الشديد جدا جدا، وشفنا ده وشفنا شواهده من أول يوم 25 يناير وحتى هذه اللحظة، اللي قال أنه مع الشعب المصري ومع مطالب الشعب المصري ولا عودة للوراء، وإشارة واضحة ورسالة واضحة جدا أن مفيش أبدا مش هنرجع لعهد سابق. وفي تصريح آخر أو بيان آخر للمجلس العسكري: صحيح احنا صبرنا 30 سنة فمعلش دون مهلة شوية 6-7 أشهر، اللي فات صحيح بنحاسب عليه لكن اللي جاي مهم، واللي جاي ده ضمانته زي ما بقول لحضراتكم الناس وميدان التحرير والقوات المسلحة اللي احنا بنكن ليهم كل إعزاز وكل تقدير. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود صبرة. وإذا كان